ياكو أو أم الماء هي كلمة مشتقة من ياكو ماما. يقال إن المخلوق ده ضخم موجود في المياه عند مصب نهر الأمازون، وكمان في البحيرات اللي موجودة في نفس المكان. هو عبارة عن تعبان كبير طوله 60 متر، وبيقال إنه بيسافر لمنطقة اسمها نهر الغليان. في الأساطير المحلية بيقولوا إن أم كل الكائنات البحرية، وعندها قدرة على امتصاص أي كائن حي لو قرب منها. وعشان كده السكان المحليين كانوا بينفخوا في قرن محارة قبل ما يعوموا جوه النهر، معتقدين ان بكده الأفعى هتظهر لهم لما تسمع الصوت العالي اللي بيعملوه. الشعوب الأصلية في الأمازون دايما بيتكلموا عن تعبان كبير اسمه الياكو ماما أو ثعبان الماء، وبيقولوا ان هو من الوحوش الأسطورية اللي موجودة في غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية. والأسطورة دي موجودة في باراجواي والأرجنتين والبرازيل وفي كل مكان في أمريكا الجنوبية، وبيقولوا عليها حامية الماء ومحدش يقدر يهرب منها أبدا. وبيقولوا إن السكان الأصليين شافوها حقيقي، وقالوا إنهم شافوها وهي بتاكل فرائسها. قالوا إن في عدد كبير من الصيادين اختفوا هما ومراكبهم، وفي كتير سمعوا دوشة كبيرة قبل اختفائهم. في القرن العشرين راحت مركب فيها رجلين علشان يحطوا متفجرات في النهر على أمل إنهم يقتلوا التعبان، لكنه ما ماتش، والرجلين رجعوا هم على وشهم خوف شديد من اللي شافوه. بيقولوا ان المخلوق ده انقرض من زمان، وان التعبان اللي بيشوفوه هو تعبان تاني طوله 12 متر، والعلماء بيقولوا ان ممكن يكون حجمه اكبر من كده. العلماء بيعتقدوا ان التعبان ده ممكن يكون سام، وده بعد ما لقوا حفريات بترجع للمخلوق ده. التعبان له نظام غذائي بياكل الطيور والثدييات الصغيرة. هو أسطورة مشهورة قوي في أمريكا الجنوبية وخاصة في نهر الأمازون. هل تفتكروا إن التعبان ده موجود حقيقي ولا مجرد أسطورة؟ اكتبولي تحت في الكومنتات.